يجاوبنا على الفاجر الذي يدخل في بيت نبيك، ما يفعل الفاجر في بيت نبيك، وهل ينطبق تعريف الديوث أم لا؟ هذه النقطة الأولى ما جاوبت علينا. النبي نبي السنة في قلبه علقة من الشيطان، في قلبه. وابليس ماذا يقول؟ لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، يعني ما تقرب لهم. لا، ابليس مو ما تقرب لنا بالسنه، بل في قلبه علقه من الشيطان. خله ان حديث موجود في كتاب صحيح مسلم رقم الحديث 162، رقم العمل حكم المحدث صحيح الراوي انس بن مالك ان رسول الله اتاه جبرائيل وهو يلعب مع الغلمان، يعني هو النبي وهو طفل جبرائيل نزل عليه، وهم يقولون ان جبرائيل نزل وعمر النبي 40 عام. قول لا حبيبي. فاخذه فصرع المصارع جبرائيل يصرع النبي، فشق عن قلبه واستخرج القلب واستخرج منه علقه، فقال هذا حظ الشيطان. نبي اهل السنه والجماعه في قلبه حظ من الشيطان، سبحان، هذا حظ الشيطان. ثم غسله بطست. انظروا الى الدكتور جبرائيل، عمل عمليه لنبي السنه، شق قلبه واخرج يغسل به، اغسلك اغسلك، وذهب عنه بماء زمزم، ثم لامه، ثم عاد الى مكانه وجعل غلمان يسعونه. فيقول انس وقد كنت ارى اثر المخيط في صدر النبي. هذا فيلم هندي، هذا كرتون، هذا قاعد تعتون. شالوا قلب النبي ونظفوه بطاسه ماء زمزم ورجعوه وخيطوه. بس هاي روايه واحده؟ لا، 3 روايات. وين 3 روايات؟ بعدين راح اجيكم بالمداخله الثانيه. الان نريد نعرف كيف لا يتقرب اليهم الشيطان وفي قلب نبيك حظ من الشيطان. عيسى ابن مريم ما هو عند السنه؟ لا يمسه الشيطان منذ الولاده، سبحان الله. اذا عيسى افضل من النبي محمد عند السنه. عند اهل السنه النبي محمد مذنب، وفي البخاري عيسى لم يذكر له ذنبا وسمي المسيح لانه مسح من الاثام والذنوب. شوفوا المقارنه. عيسى ابن مريم لن يتقرب له الشيطان، بل لن يمسه منذ الولاده الى ان رفع على السماء. نبي السنه في قلبه حظ من الشيطان. هذه المداخله. السؤال الثاني، انا اريد اجوبه على اسئلتي ارجوك امام العالم، بعيد عن علي وبعيد عن فاطمه وبعيد عن الصحابه وبعيد عن عائشه. ليس موضوعي لا الصحابه ولا لامه ولا عائشه، ولا نخرج من هذا الموضوع. وانا اتعهد اليك اذا خرجت لك ما لك علي، املا علي ما تريد. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، نبي السنه والجماعه يؤمر الناس بالبر وينسى نفسه، واكثر رائحه نتنه يوم القيامه العلماء الذين يامرون الطلاب وهم لم يفعلوا. نبي السنه يقول المؤمن ليس بالسباب ولا بلعان، وهو سباب ولعان ومتعافي ويطرد ضيوفه. وين الروايه؟ في باب من سبه النبي وهو ليس اهل لذلك. وين؟ في صحيح مسلم. عائشه تقول دخل على رسول الله رجلان فكلهما بشيء لا ادري ما هو، فاغضبا فلعنهما وسبهما. فقالت عائشه قلت يا رسول الله ما اصاب من الخير شيئا ما اصاب هذان، هذول ما مسوين شيء، ليش سبيتهم؟ قال وما ذاك وايش؟ قلت لعنتهما وسببتهما. قال وما علمت ما شارطت عليه ربي، انما انا بشر مسلم، بشر انا، فاي المسلمين لعنته او سببته فاجعل له زكاة واجر. سب النبي زكاة، وهو يقول المؤمن ليس بسباب. والله يقول في القرآن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. طيب شكرا شيخ علاء للمعطيات. انا قبل ما ننتقل للشيخ